حبايبي انا خلصت طبق الفريك الجميل في منتهى الجمال. طاجن فريك جميل جدا، حطيناه في الاخر اخر حاجه، ربع ساعه حطيته في الفرن. حمرت صدر الفرخه، اللي هو اللي مقطعاه مكعبات ده. بصدر الفرخه عملنا وجبه جميله جدا مغذيه لاولادنا يا حبايبي. زي ما احنا اتفقنا، مش مهم البروتين كتير، المهم ان احنا يبقى فيه اكل نضيف وجميل في بيتنا. وهو ده طبق الفريك الجميل بتاعي النهارده. وتفضلوا معايا ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. اللهم بلغنا شعبان ورمضان. اشوفكم على خير، باي باي. ايه اخباركم؟ ايه الجو ساقع بقى يا جماعه، واحنا عايزين بقى اكل يدفينا. فانا فكرت ان انا هعمل فريك النهارده. انا معايا نص كيلو فريك يا جماعه، وغسلاه ونقعاه. انا نقعاه بقاله 3 ساعات عشان مهم قوي البقوليات تتنقع، عشان السموم والتراب والرشه او في اي حاجه. المفروض ان احنا بننقعه 4 ساعات عشان كمان ما يتعبلناش معدتنا. ماشي، هنخش على المقادير على طول. معايا نص كيلو فريك، معايا نص كيلو جزر مقطعاه مكعبات كده، معايا 3 طماطمات ضرباهم برده في الكبه، ومعايا قرن فلفل سبايسي، ومعايا 3 بصلات وفصين توم، معايا التوابل بتاعتي اللي هو الحبهان والفلفل الاسود وسبع بهارات بتاعت الفراخ. هنعملها بالفراخ النهارده ان شاء الله، ونص ملح ونص معلقه كمون. ودي معايا صدر فرخه ما انا متبلاه من امبارح، والتوابل بتاعتنا اللي هي بصل وتوم وطماطمايه وقرن فلفل، والتوابل بتاعتنا يا حبايبي. ماشي، ويلا بقى نخش نطبقهم على بعض، وهقول لكم هنعمل احلى فريك في الساعه دي. ثانيه واحده يا جماعه، حطيت معلقه سمنه معلقتين زيت. هننزل طبعا بالبصل الاول. البصل عشان احنا بنقول للبصل يطلع ريحه، بس انا حاطه 3 فصوص ثوم مع البصل كده عشان يدينا ريحه بس الجميله دي. خليه بيصفر، ريحته تحفه جدا لما بتطلع الثوم مع البصل كده. بس اهم حاجه انا بحب بقى احط على البصل ايه يا جماعه، شويه ملح وشويه سكر. السكر ده بيكرمل على طول يا جماعه، يخلي البصل يكرمل على طول معانا او ينشف معانا بسرعه. وبيديله برده كده ايه، انا حاطه شويه ملح عشان البصل ما يصننش يعني. انا حاطه البصل كده شويه ملح عليه العكادي الاول، وشويه سكر اهم. وهنحط بقى ايه دوبك بس الريحه تطلع، وهننزل بقى بالفراخ هنشوحها. اكله جميله واكله في منتهى الجمال، وما بتاخدش مننا وقت برضو. اكل دافي يا جماعه يدفي ولادنا. احنا دلوقتي عايزين نتصل برضو في البروتين. انا برضو جايبه صدر فرخه واحد بس، يعني ممكن يبقى نمشي نفسنا ما نعزمش نفسنا. يعني هو الفريك برضو من نوع البروتين اللي بيغذي برضو فيه يعني نسبة بروتين، بس البروتين زي اللوبيا والفاصوليا وكده البقوليات. فحاجة جميلة وبتدفينا، بتدينا طاقة. خليكم معايا بقى ثانية واحدة. بصوا يا حبايبي، البصل خلاص بدأ خلاص، يعني أنا عايزة لونه يبقى ذهبي كده خلاص، يبقى كويس قوي كده. هنزل بقى بصدور الفراخ برضو نديها صدمة، واخدين بالكم. المهم نقفل المكانات زي ما انا عرفت لكم. كل حاجه تطبيق هو كل بتاع الاكل، اي تطبيق اكل هو كله زي بعضه، بس احنا بنوري برضو طريقتي، بوريكم على السريع، وبوريكم النهارده اللي انا هتغدى ايه. حاجه بتبقى جميله وحاجه حلوه قوي في البيت، وما بياخدش وقت يا جماعه برضو مننا، وطريقته سهله جدا ومنتهى الجمال. هنزل انا بقى بالتوابل بتاعتي دي اللي هو اللي انا قلت لكم عليها من كده. بيدوا ريحه برضه. انا بحب اشوحهم مع الحاجه الاول. لما بتحط التوابل في الاول كده يا جماعه بتطلع الريحه بتاعتهم والرطوبه، فبتبقى جميله جدا. وجبه سريعه، وجبه حلوه قوي. بصوا الالوان، انا عندي فلفل سبايسي برضه، انا بحب الفلفل السبايسي. انا ضرباه برضه في الكبه كده مقطعه حتت صغيره. هنحطه على بعض وهنستنى بس كل المكونات تخش في بعض، وهننزل بالفريك. واخر حاجه الطماطم يا حبايبي، خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، انا بقى عندي دبس الرمان، وقلت احط كده ايه معلقه
جبته بقى، انا بحبه جدا لان الدبس الرمان ده بيودي الاكل برضه في حته تانيه، بيدي طعم حلو جدا. بس اللي عنده ماشي، اللي ما عندوش يحط ليمونه مفيش مشكله. ماشي يا حبايبي، انا قلت برضه ايه لحد عنده يحطه معاه، بيدي طعم حلو جدا مع الفراخ والفريك. بصوا الريحه بقى، عايزه اقول لكم ريحه التوابل في منتهى الجمال، ريحه حلوه جدا. هننزل بقى تدريجيا على الجزر والفريك. ثانية واحدة. بصوا يا حبايبي، انا نزلت بقى بالفريك كله، قلبته كده شوية، اللي هنديله وهنشوحه عشان انا كمان عندي شوربة هنحطها عليه. هنزل بقى بالجزر. الجزر كمان جميل ده، انا بحبه جدا مع الفريك يا جماعة، بيدي طعم فظيع وحلو قوي يعني. وهننزل عليه بشوية الطماطم دول، حاجات جميلة وحاجات طبيعية، وهنسيبهم يغلوا بقى. هنطبقهم كده مع بعض. وعندي انا ورق شوربة فراخ اهي كانت عندي، فانا هنزل عليهم بيها حبايبي، وهنطبقهم مع بعض وهنسيبهم يستووا كله. هيبقى احلى طاجن فريك. ممكن ندخله بعد كده الفرن شوية في الصينية، وممكن يتاكل كده عادي مفيش مشكلة يعني. خليكم معايا في ثانية واحدة. انا ظبطت الشوربة بقى بتاعتي وملحي والتوابل بتاعتنا، كل واحد يظبط لي الحاجة ونخليه خلاص بقى كده. خلاص يا حبايبي، انا هخليه يستوي وخليكم معايا بقى لحد ما يستوي. ثانية واحدة. بصوا يا حبايبي، انا خلاص كده حطيت له الشوربة بتاعته وخليته يغلي شوية واستوى شوية كده. وبعد كده شلت صدور الفراخ منها عشان ما تتهرقش بس يا جماعة. نشيلها وعشان بعد ما الفريك يخش في السوا كويس نبدأ نحط الصدور دي اللي معانا. ماشي، ثانية واحدة وخليكم معايا. حبايبي انا كده طلعته دخلته في الصينية ودخلته في الفرن شوية ربع ساعة كده يا جماعة. شكله بقى جميل وتحفة في منتهى الجمال. طاجن